هذه التحليه ما كاش كيفاش ما تجربوهاش. تحليه رمضانيه بارده وسهله وبريزونطابل تاني، خاصه اذا كانوا جايينكم ضياف مول الفطور غادي تقلشوهم. وزيد بزياده رانا في لا سيزون تاع الفراز، نسيو نبروفيتو منه الماكسيموم. نبداو بسم الله. في هذه الوصفه انا استخدمت لي بودوار اللي يكون عنده جينواز ولا اي بسكوي واحد اخر يقدر يستعمله عادي، ولكن شمخوا البسكوي تاعكم مليح بالسيرو ولا بالحليب. الحليب تاعي كنت درت فيه اكستري دو فاني وخلطته مليح. كيما الحليب تاعكم تاني تقدروا ديروا له سكر فانيليا، سينو اللي يخدم بالسيرو سي با لابان يدير لا فاني. نديرو الطبقه الاولى من البسكوي اللي اختاريناه حنايا، والطبقه الثانيه غادي تكون كريم دبلومات اللي غادي نخلي لكم رابط الوصفه تاعها في اول تعليق. هاد لا كريم كنت ديجا خدمتها معاكم، ما بغيتش نعاودها لكم باش لا فيديو ما تجيش طويله. نورمالمون من بعد لا كريم دبلومات ندير كولي دو فخاز، هذاك اللي راني موجده، ولكن انا لهيت في الهضره وكاع رحت درت الطبقه الزوجه تاع البسكوي. نورمالمون قبل هاد البسكوي ندير هذاك الكولي دو فخاز اللي راني موجده، واللي غادي تلقوا رابط الوصفه تاعه ثاني في التعليقات. هذا ثاني كنت خدمته معاكم ديجا، ما بغيتش نعاودها لكم. كما شفتوا عاود درت طبقه تاع بسكوي فوقها طبقه واحده اخرى تاع كريم دبلومات، يعني كررت نفس العمليه اللي درتها الاولى. ومن الفوق كاع راني ندير في هذا الكولي دو فخاز بشكل عشوائي، ما ديروش شكل محدد. ومام لا كريم تاعكم هذيك دبلومات اللي ديروها من الفوق ما تسيوش تليسوها بزاف، خلوها كيما راهي. جيبوا عود تاع كوردون ولا سفود هذاك تاع حطب ولا مهم اي حاجه تقدروا تخدموا بها، وديروا هاد الاشكال كيما هكا، اشكال عشوائيه شغله سيو تزينوها وصاي. هذا مكان كونوا شويه مبدعين. من تكملوا تزيين تاع الديسير تاعكم روحوا حطوه في الثلاجه، خلوه حوالي 6 ساعات ولا باش يحكم روحه. بعد مرور 6 ساعات في الثلاجه نروحوا نجبدوا الكاطو تاعنا، نطراسوا الحبات اللي باغي نديروهم باش نعرفوا وين نحطوا لا روزاز تاع لا شونتي اللي غادي نكونوا خدمناها ديجا، ونزينوه باي طريقه نبغوها. نعطيت لكم غير مثال، وقدموه مباشره. كي ديروا هاد العمليه روحوا قدموه مباشره. ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وابوني، وبارك الله فيكم. شكرا.